أحياناً الناس ما بتقولش بشكل مباشر إنها مش مقدراك، لكن تصرفاتهم بتقول كل حاجة. زي مثلاً لما تكون بتحكي حاجة مهمة بالنسبة لك وفجأة تلاقي اللي قدامك مسك موبايله وما بقاش مركز معاك أصلاً، أو تكون بتتكلم بحماس عن حاجة بتحبها وتلاقي رد بارد جداً كأن كلامك ملوش قيمة. وفي ناس تانية تحرجك قدام الناس على هيئة هزار، ولما تتضايق يقولك أنت حساس بزيادة. الحقيقة إن الاحترام مش كلمة بتتقال، الاحترام بيتشاف في التفاصيل الصغيرة جدا، ودي 6 علامات ممكن تقول إن اللي قدامك مش بيحترمك فعلا. العلامة الأولى: يقطعك طول الوقت، كل ما تبدأ تتكلم يدخل في الكلام بسرعة، أو يغير الموضوع لنفسه كأن كلامك مش مهم، ومع الوقت تحس إنك حتى مش عارف تكمل جملة للآخر معاه. الشخص اللي بيحترمك فعلا بيسمعك للنهاية حتى لو مختلف معاك. العلامة التانية: ما يهتمش بوقتك، يتأخر بالساعات بدون اعتذار، يلغي المواعيد في آخر لحظة، ويرد عليك وقت ما يكون هو فاضي فقط، كأن وقتك أقل أهمية من وقته. ومع الوقت تبدأ تحس إن وجودك متاح زيادة عن اللزوم، وده بيخلي بعض الناس تاخدك كأمر مضمون. العلامة التالتة: ما يسمعكش فعلا، تحس إنك بتتكلم لكن اللي قدامك مستني دوره عشان يتكلم هو وبس. ممكن تحكي حاجة مهمة جدا وبعد دقيقة تكتشف إنه أصلا ما كانش مركز معاك. الاستماع احترام، ولما حد يسمعك بنص اهتمام دايما فده معناه إنك مش أولوية حقيقية عنده. العلامة الرابعة: يرجع لك وقت المصلحة فقط، ما يسألش عليك، ما يهتمش يعرف أخبارك، لكن أول ما يحتاج خدمة أو مصلحة يظهر فجأة وكأنكم أقرب ناس، وبمجرد ما ياخد اللي هو عايزه يرجع يختفي تاني. وده بيخليك تحس إن قيمتك عنده مرتبطة بفايدتك فقط. العلامة الخامسة: يختبر حدودك باستمرار، يجرب يزعلك بكلمة أو يتجاوز حدوده معاك، ولو سكت يعيدها مرة واتنين وتلاتة، لأن بعض الناس بيعاملوا الآخرين على قد الحدود اللي بيسمحوا بيها. ولما تفضل تسامح في كل مرة وبدون أي موقف واضح، البعض بيفهم ده على إنه ضعف مش طيبة. وفي النهاية احترام الناس ليك بيبدأ من احترامك لنفسك أنت الأول.